عايز اتكلم عليه بس كملحن كمان، لان هو ما خدش حظه في موضوع الالحان ده. يعني اهوجيه يا اولاد دي مثلا، دي ما دي خلاص علامه من علامات رمضان، يعني دي موجوده في حياتنا، هتفضل الى ابد الابدين. انما اغانيه بقى بتاعت آه فرقه رضا، حلاوه شمسنا، والاقصر بلدنا، هو ايه اللي مش علامه؟ يعني وكله احنا الحقيقه، كله. بس انا اكتشفت انه في حاجات ليه مش يعني لحن محمد قنديل وكريم محمود وشاديه وورده واحلام، في حاجات ما خدتش حظها زي الاغاني اللي انا قلت عليها دي. انما الاغاني دي طبعا في وجداننا كلنا. انما هو كمان كان متميز في انه زي ما انا قلت كده، كان بيجمع ما بين الغربي والشرقي. يعني هتلاقيه بياتي في الاقصر بلدنا، هتلاقيه حجاز كار في اهوجيه ولاد، هتلاقيه كرد في الاغنيه الوطنيه بتاعت ماما، رايحين شايلين بايدنا سلاح. فتنوعه لاستخدام المقامات دي برضو ده. ممكن معلش عشان الصالون ليه طبيعة خاصة، هنكمل بس بعد ما نشوف ده. يلا.